بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض البصارة، أكلة مصرية طبعا حلوة قوي وموفرة. ما فيش حاجة دلوقتي رخيصة، بس يعني موفرة شوية. وبجد طعمها حلو قوي، كمان مغذية قوي قوي. مش كتير بنعملها، نسيناها طبعا. هي من الأكلات القديمة اللي طعمها حلو ومكوناتها بسيطة خالص، وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم بتبقى مغذية قوي. انا بعملها كده وبحط عليها التقليه دي. في ناس بقى بتحب تحط لها بصل كده، اللي هو البصل المحمر، زي ما تحبوا خالص. شوفوا الطريقه بتاعتي دي، لو عجبتكم جربوها، ان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو كله النهارده، يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناه وتفعيل الجرس على الكل، عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. شايفين بقى الاكله بتاعتنا حلوه ازاي؟ بتبقى حلوه قوي مع البصل الاخضر. هي بتبقى حلوه قوي في الشتاء، لان الخضره او الخضار اللي احنا هنحطه فيها كمان بيبقى طازه وحلوه قوي. انا عامله معاها كده طماطم بالفلفل الاحمر كده، شويه حباش كده حلوين قوي، ان شاء الله تشوفوهم معايا برضو. اكله بسيطه خالص وسريعه وما بتاخدش وقت، وزي ما قلت لكم يعني شويه شويه بسيطه يعني، من غير بقى ولا لحمه ولا فراخ، تغيير كده وجربوها. ان شاء الله لو جربتوها بالطريقه بتاعتي دي هتعجبكم. يلا بينا نسمي بسم الله وندخل جوه الفيديو ونشوف هنعمل ايه. حطيت حله بقى كده على النار، وهحط فيها حوالي نص لتر كده من الميه. انا هشتغل بنص كيلو فول، فهحط لتر كده وكوبايه مثلا من الميه. ممكن لتر بس برضو لو حابه، عادي يعني. هنسيب بقى الميه اللي احنا حطيناها ديت تغلي، وبعدين هنزل بقى بالفول. الفول ده انا نقعاه يعني ممكن ساعتين، ممكن اكتر. كل ما يبقى اكتر على فكره، كل ما مش هياخد معاكي وقت على النار. يعني يا دوب انا هنا ما قعدش معايا ربع ساعه بالظبط كان استوى. فيعني زي ما تحبي خالص، لو ما عندكيش وقت يبقى ساعتين اقل حاجه. حطيت ايه بقى على الفول؟ حطيت شويه كده من التوم، وده طبعا بصل اخضر موجود زي ما قلت لكم دلوقتي، بيبقى حلو قوي ومسكر كده، وزي ما انتم شايفين كده لونه حلو قوي. ودول شويه كده من الكزبره، خدت منها الورق بس. وكان المفروض يبقى فيه نعناع، بس بصراحه انا ما لقيتش نعناع النهارده. تمام. هنا بعد زي ما قلت لكم ما اخدتش معايا ربع ساعه بالظبط، لقيتها استوت كده، والخضره على طول بتستوى طبعا، والبصل استوى كله. بصوا هنعمل ايه بقى. زي ما انت عايزه، عندك خلاط سيبيها برضو تبرد شويه كده واضربيها في الخلاط. ما عندكيش خلاط، عندك هاند بلندر، او عندك هاند بلندر يعني، اشتغلي كده على طول وهي سخنه، اضربيها كويس قوي. هي بتبقى خفيفه شويه كده، برجعها بقى على النار وبسيبها تغلي تاني وتتقل كده كمان. هتبلها بايه؟ حطيت كمون معلقتين كوبو صغيرين بس مليانين من الكمون، وحطيت عليهم معلقه من الشطه، وملح بقى زي ما تحبي. انا حطيت مبدئيا هنا معلقه صغيره الاول، بعد كده هنظبط الملح بتاعنا. هنسيبها زي ما قلت لكم بقى تغلي وتتقل. لو انت عايزه تعدي المرحله دي، استكفي بلتر واحد بس من الميه. تعالوا بقى نجهز التقليه. زي ما قلت لكم لو حابين تعملوها بالبصل حلوه قوي قوي، بس انا بصراحه ما حبيتهاش بالبصل، فبعملها بالطريقه اللي احنا متعودين عليها يعني. حطيت شويه من الزيت، وحطيت حته كده من السمنه البلدي. تمام. هنسيحها بس كده عشان السمنه احنا عارفين دلوقتي الدنيا ساقعه، فالسمنه بتبقى جامده شويه. عندي بقى شويه من الثوم المفروم، وهنزل عليهم بكزبره ناشفه، وبعدين ملح. حابه تحطي شطه كمان حطي. هنفضل بقى نقلب كده. الريحه بقى بتبقى حلوه قوي قوي، واحنا طبعا عاملينها زي ما قلت لكم بالسمنه البلدي. لو مش حابه تحطي سمنه بلدي ممكن تستكفي بالزيت برضو، بس السمنه طبعا انتوا عارفين السمنه البلدي دي بتفرق قوي في الطعم. افضلي بقى قلبي لحد ما يوصل معاكي التوم يبقى لونه ذهبي كده، يبقى احنا كده خلصنا. هنا كانت تقلت، وحبيت بقى ان انا اظبط الملح. حطيت كمان معلقه كده صغيره بس مليانه قوي من الملح. تمام. هنغرفها بقى في الاطباق. هي بتبقى خفيفه كده اول ما بتخلصيها، مش خفيفه قوي يعني، بتبقى شويه كده خفيفه، وبعد كده هي بتتقل لوحديها لما تسيبيها تبرد. لان طبعا البصاره بتتاكل وهي بارده، مش وهي سخنه خالص. زي ما قلت لك، لو حباها تبقى اتقل عشان تسرعي على نفسك حكايه ان انت تسيبيها تغلي تاني على النار، استكفي بس بلتر من الميه. تعالوا بقى عبال ما تبرد نجهز السلطه بتاعه الطماطم اللي احنا شفناها في الاول. هتجيبي بقى طماطم جامده كده وتبتدي تقطعيها شرايح كده. والله الاكله دي من الاكلات الحلوه قوي اللي كنا بناكلها واحنا صغيرين، بس مش عارفه احنا نسيناها او بطلنا نعملها ليه يعني. انا عندي هنا حوالي 3 طماطمات. طبعا اعملي الكميه اللي انت عايزاها، بس مهم لازم تبقى الطماطم جامده كده عشان تعرفي تقطعيها شرايح كده. الدقه بقى هنا ايه؟ فلفل احمر على اخضر على ملح وكمون وخل وليمون وكل الحاجات الحلوه دي. انا هنا كنت حاطه لها قبل كده ملح وما حطيتش ملح تاني، ببقى مجهزاها في الفريزر دايما.
وطبعا توم، يعني ملح وتوم وفلفل الوان اللي هو الاحمر واخضر، ليمون وكمون وخل. خلاص هنحط بقى الطماطم بتاعتنا كده، ونحط كده زي ما كنا بنعمل البدنجان المخلل، يعني حطي كده شويه وهتحطي طبقات كده من الطماطم. زودي بقى منها لان هي حلوه قوي بجد، طعمها حلو قوي. الاكله دي بتبقى خصوصا في الشتاء ليها طعم تاني يعني. زي ما قلت لك انا هعملها طبقات كده. حطي بين كل واحده والتانيه كده حشوه الفلفل، وبعد كده حطي عليها على الوش كمان. اكله كده من الاكلات الحرشه. وكمان لو عندك بدنجان اقلي بدنجان بقى كده، اللي هو وعندك زيت بقى اقلي بدنجان وحطي بقى فلفل كده برضو التحبيشه الحلوه دي، او اعمليه مسلوق زي ما تحبي خالص. لازم كده نعدي يومنا لان الدنيا بقت غاليه قوي، فاحنا هنحاول نعمل يعني الاكلات اللي هي بتاعت زمان الحلوه وفي نفس الوقت بتبقى اقتصاديه شويه. بعد ما خلصت رشيت عليها شويه كده من الزيت. وهنا البصاره بتاعتنا بعد ما بردت بقى تماما، هنبتدي ان احنا نحط التقليه اللي احنا جهزناها دفيها بقى تاني كده شويه، وانزلي بيها على الوش كده. زي ما قلت لك لو بتعمليها بالبصل خلاص جربيها برضو بالطريقه دي. جربي طبق صغير كده هتعجبك قوي. بتحبيها بالبصل اعمليها، بس هي طريقه البصاره كلنا عارفينها طبعا. في ناس بتحب تحط لها ملوخيه خضراء، في ناس بتعملها بالخضره كده، اللي تعجبكم اعملوها، بس جربوا الطريقه دي. طريقه سهله وبسيطه وفي نفس الوقت في الاخر بيبقى طعمها حلو قوي قوي بجد. اكل يفتح النفس كده، الاكل الحرج ده مفيش احلى منه يعني. يا ريت الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، لو عجبكم يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. ويا ريت تقولوا لي رايكم بقى في الطريقه دي، وانتوا كمان قولوا لي في التعليقات بتعملوها ازاي. كل واحد بيبقى ليه طريقه بصراحه في الاكل، وكله بيبقى حلو الحمد لله، يعني نعمه ورضا من عند ربنا. وبس كده، الفيديو بتاعنا خلص النهارده وبس كده، شكرا ليكم.